تخيل انك تتولد على الهامش تشوف العالم كله عايش في نعيم وانت كل اللي عندك غضب وغرابة انك منفي من مكان المفروض يكون بيك. ده مش شرير بيكره الخير، ده راجل شايف ان العدالة اتوزعت غلط. ده إيريك كيلمونجر ابن واكاندا المفقود اللي عاش عمره بره اسوارها يشوف الظلم والاضطهاد ويغلي جواه سؤال واحد: ليه بلدي مخبية قوتها وسايبة العالم يتحرق؟ كيلمونجر ما كانش بيحلم بالعرش، كان بيحلم يصلح التاريخ، بس لما الغضب يقود العدالة النتيجة دايما ده. في لحظة رجوعه لواكاندا ما كانش داخل كضيف، كان داخل كعاصفة واجهت الصلاة مش كأخ لكن كرمز للنظام اللي حرمه من كل حاجة. وهو شايف العرش قدامه: انا مش غريب، ده حقي. لكن الحقيقه المؤلمه هو ما كانش عايز يحكم، هو كان عايز العالم يتحرق عشان يحس بنفس الوجع اللي عاشه. وفي اخر لحظه لما وقف قدام الافق وشمس واكاندا بتغرب قال كلمته اللي خلدته: ادفنوني في البحر مع اجدادي اللي اختاروا الموت بدل العبوديه. كيلمونجر ما كانش مجرد شرير، كان مرآة تاريخ كامل من الالم، رمز الغضب كل اللي اتنسوا. يمكن كان غلط في الطريق لكن صعب تكرهه وانت فاهم هو جه منين. دلوقتي قولوا لي في الكومنتات، هل كيلمونجر فعلا كان شرير ولا كان البطل الحقيقي اللي مارفل خافت تعترف بيه؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان الجاي اقوى، والرحله في عصر الاشرار لسه ما خلصتش.